كبده وكلاوي اسكندراني بتتبيله مميزه جدا. هنعمل طشه بلدي خطيره واحلى سندوتشات بقى كبده وكلاوي. اول حاجه هنحضر الطشه. عندنا 5 فصوص من الثوم وفلفل اخضر بارد وحامي، وعندنا معلقه صغيره من الملح والبابريكا والكمون والكزبره وفلفل اسود ونص معلقه صغيره من الشطه. هطحنهم كويس وبعد كده هحط معلقه كبيره من الزيت وكده بقت جاهزه معانا. وبعد كده عندنا الكبده والكلاوي هنقطعها شرايح رفيعه، هنشفهم بس بمناديل مطبخ مش بتتغسل، وهننزل عليهم بنص كميه التتبيله او 3/4 على حسب الكميه. وفي طاسه سخنه 3 معالق كبار من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه، نزلنا بقيه كميه الطشه. هسيبها دقيقه على النار وبعد كده هنزل بالكبده والكلاوي، هديها صدمه كده وهقلبها. لما تاخد لون من الجنب هقلبها على الجنب التاني، مش هنقلب فيها كتير. هنزل بقى بشرايح الفلفل الاخضر ومعلقه كبيره من الخل، وقبل ما اطفي النار على طول احط عصير ليمون واطفي عليها واقدمها بالشكل ده مع صوص الطحينه بقى الخطير بتاعنا. عملته معاكم قبل كده، طعمها خطير وفي ساندويتش بقى. هسيبكم بقى انتوا